بحسابات قطرية لما كانت الجزيرة. يعني الجزيرة لم ينفق عليها أكثر مما أنفق على كثير من القنوات التي تقل عنها مشاهدة ولا تنافسها. الجزيرة ربما تكون كاستثمار، يعني أن تكون أول علامة تجارية إخبارية في العالم، هذا يتطلب أن تكون الأكثر إنفاقا في العالم، يعني تنفق أكثر من CNN والسي بي اس والبي بي سي. لكن مع ذلك أنت يعني ما أنفق على الجزيرة مقابل ما حققته الجزيرة لا يمكن المقارنة. الجزيرة استطاعت أن تحقق هذه المكانة عالميا وعربيا بسبب التمويل والاستقلالية. لو كان هناك استقلالية بدون تمويل لما كانت الجزيرة، لو كان هناك تمويل بدون استقلالية لما كانت الجزيرة. أنا أشاهد الجزيرة، لم يصدر مرة عن الجزيرة تعبير سمو أمير البلاد المفدى، يقال الأمير العاهل القطري يعني يعامل مثل أي تسمية لخارج البلاد، مثل أي تسمية لأي زعيم في العالم. وكان هناك اتفاق مسبق من البداية أنه يتم التعامل بشكل جدا اعتيادي مع الشؤون الداخلية القطرية. طبعا يعني الآن لا يجب التركيز عليها. الآن أعتقد أنا أنه في الوقت اللي يقرر أي نظام عربي أن يعمل بهذه الطريقة سينجح. عندنا تجربة أبو ظبي بالمناسبة، مع أنها كانت يعني في التعامل مع الشأن الداخلي الإماراتي نعم. يعني أكثر خلينا نقول رسمية، لكن مع ذلك نجحت تجربة أبو ظبي. يعني كان في نفس اهتمامات الجزيرة، تنافس كان كبير، كان في يعني نجحت، يعني وإن الجزيرة سبقتها وتجاوزتها في عدد المشاهدين، لكن كانت تجربة ناجحة وخلقت تحديا للجزيرة وأسهمت في دفع الجزيرة لمزيد من التطور والسباق على عيون المشاهدين. أنا أعتقد أن أي تدخل في الجزيرة سيفسد الجزيرة. أي تدخل من أين؟ من الممول. يعني أنا أقول يعني لو أرادت الحكومة القطرية أن تفرض أجندتها على الجزيرة لا المشاهد كشف ذلك. يعني أنت إذا كنت تشاهد يعني مثلا الدور المحوري لقطر، السياسة القطرية الرشيدة، الازدهار الاقتصادي في قطر، يعني طبعا في عامل خدم قطر، إنه قطر بلد مرتاح، يعني بلد عدد سكان قليل، موارد هائلة، منتعش اقتصاديا، لا يوجد مشاكل إثنية عرقية، لا يوجد صراع على السلطة مثل يعني لو أخذت مثلا قطر والبحرين، يعني من حيث المساحة وعدد السكان بلدين صغيرين، لكن في مثلا البحرين في صراع محتدم على السلطة، المجتمع نفسه في انقسامات، يعني البلد غير مرتاح سياسيا. الآن بلد مثل قطر عدد سكان قليل، موارد هائلة، في استقرار سياسي، في راحة، يعني البلد مرتاح. فالبلد أصلا ليس ساخن من ناحية إخبارية، فلا تستطيع أن تقول أنك لا تغطي قطر. يعني الآن بلد مثل دبي مثلا كنموذج، ماذا ستغطي فيه من أخبار سياسية؟ يعني بلد عدد سكانه قليل، تركيزه على الاقتصاد، يمكن أن تغطي أخبار اقتصادية فيه، لكن بلد غير ساخن سياسيا. أنا أعتقد أنه الجزيرة تجاوزت يعني عندما صدر ميثاق الشرف في الجزيرة، وهو ما توافق عليه أهل الجزيرة، كان تتويج لما حققته الجزيرة وليس تأسيس لشيء جديد. نعم. بمعنى أن هذه القضايا، يعني نحن في الجزيرة عرض على كثير منا مبالغ طائلة ورفضت مقابل مواقف أو بدون مقابل. يعني أنت مثلا يعني أنا أعرف حالات كثيرة عرض عليها مبالغ نقدية هائلة ورفضت، ليس لأن الميثاق، يعني هذا قبل الميثاق، لكن جاء الميثاق ودليل السلوك المهني اللي هو يفصل في كثير من القضايا ليوضح مسائل خلافية. يعني مثلا أنت تذهب
تقابل مثل مراسل اقتصادي ذهب لتغطية معرض صناعات كمبيوتر مثلا. نعم. اجوا قدموا له هدية لابتوب مثلا، هل يقبل أو لا يقبله؟ الأصل أن لا يقبله، لكن ممكن مراسل يقول لك إنه هذا مش مبلغ نقدي وهذا مش مطلوب مني مواقف بناء عليه وكذا. جاء دليل السلوك المهني ليحسم هذا الجدل. أو ممكن يتلقى هاتف نقال، ولا ممكن يتلقى، يعني في صار ضبط، يعني في مسائل تحتمل الخلاف تم حسمها في دليل السلوك المهني. مثل ما تفضل، يعني في تفاصيل لها علاقة بتطور المجتمعات الغربية. يعني المجتمعات الغربية وصلت من النضج القانوني بحيث أنه أي جالس في مقهى أن يقاضي البي بي سي لأنها نشرت صور انتهكت خصوصيته. صحيح. لكن هذا في العالم العربي أنت الشخص منتهك في كل حقوقه، ولا يفكر برفع قضية على الشرطي الذي يضرب، حتى يرفع قضية على المصور الذي يصور. يعني هاي بالعفو البي بي سي قبل فترة عملت لقاء مع الملكة الأم بريطانية. نعم. في تركيب اللقطة كان أجري اللقاء، بعد ذلك ظهرت لقطة أخرى أن الملكة تخرج من قاعة اللقاء، وهي بالأساس كانت داخلة إلى القاعة وأجري اللقاء. هذه اللقطة تسببت وخلت إدارة البي بي سي تعتذر اعتذار رسمي 10 مرات إلى الملكة بسبب هذه اللقطة. فشوف دائما الاهتمام بصياغة الخبر، وأن الخبر لازم يجرح شعور هذا الشخص، وحتى في التعامل مع القضايا يجي هناك عدد كبير من المحاذير، وعندما وجهنا بهذه المحاذير يعني في بعض الأحيان صار مزاح أنه ما راح نقدر نغطي شيء، ما راح نقدر نتعامل مع أي شيء بسبب هذا الميثاق. اي هو هذا يعني هم هذا اسلوبهم في العمل، انه ما يريدون يدخلون في قضايا انه تمس حريتك الشخصيه، تمس كرامتك، تمس تعاملك مع الدين. يتناولون القضايا كلها بشكل حذر، بشكل دقيق جدا. ولكن في نفس الوقت استاذ ديار، لماذا هذا التوجه من يعني مثلا روسيا اليوم هنالك قناة عربية تبث نشرات أخبارية باللغة العربية. نعم. وهناك 24 الفرنسية، بالإضافة إلى البي بي سي عربيك. بعد كم يوم أو أشهر أو سنين نجد قناة CNN بالعربي. نعم. أو هنالك الدي دبليو الألمانية، هنالك يعني نشرات. وفي على الويب سايت CNN عربي. CNN لا كتلفزيون. العالم العربي أصبح. لماذا هذا التوجه نحو القناة العربية؟ لا، النشرات العربية. العالم العربي يعني مكان ساخن للأحداث. يعني كل المشاكل مع العالم، يعني 60% من مشاكل هذا العالم هو من بالدول العربية، منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. وهناك توجه من بعض الحكومات وبعض في أن تخلق جمهور عربي وتجذبه. يعني البي بي سي عندها إذاعة. نعم. من زمان يعني هاي الإذاعة تبث، لديها مستمعين كثيرين، يعني حتى ربما الكثير من يعملون في الجزيرة في صباحا يستمعون إلى البي بي سي، يعني شيء تقليد. يعني بسبب الأحداث، بسبب تضارب المصالح في منطقة الشرق الأوسط، خلقت الحاجة إلى أن يكون هناك اهتمام بالعالم العربي. ووجدت أن تجارب ناجحة إعلامية جذبت الناس كلها. يعني في ناس كثيرين من الدول، من الأجانب اللي يعرفون اللغة العربية يتابعون الجزيرة ويتابعون أبو ظبي والعربية والحرة، يتابعوها. يعني أحداث العالم العربي مهمة جدا بالنسبة ل يعني السياسيين الأوروبيين والأمريكيين. لذلك بدأ هذا الاتجاه في بعض الدول. يعني أمريكا قامت الحرة. سحبوا المشاهد العربي إلى ساحات القنوات الفضائية الأوروبية والعربية. لا، هو المشاهد العربي اللي يتكلم اللغة الإنجليزية والفرنسية يتابع تلك القنوات. ولكن النسبة كبيرة. النسبة كبيرة طبعا، النسبة الكبيرة. لذلك أكثر المشاكل الموجهة للجزيرة وللعربية هي بسبب المشاهد العربي يفضل مشاهدة هذه القناة بسبب اللغة العربية. نعم. لكن لو يشاهد ما تقدمه قنوات أخرى بدون التسمية طبعا لشاف فضائع، وربما يترك المراسل العربي والقنوات العربية ويوجه اتهامات إلى تلك القنوات، لكن بسبب حاجز اللغة في بعض الأحيان. نعم. تلك القنوات تبث أشياء يعني غريبة، وأشياء حقيقة لا يعني ليس لها علاقة، ولا ترتقي لمستوى الإعلام.
لا يعني لا يمكن أن أحكم عليها أنا يعني، بس في أمور تتناولها تلك القنوات. من يبث القنوات الذبح يعني طريقة الذبح اللي ترتقي إلى المستوى الإعلامي؟ لا توجد هناك قنوات لا أجنبية ولا عربية أظهرت أي فيلم من عمليات الذبح. هناك قنوات عراقية هي التي أظهرت هذه المشاهد بحجة يعني محاولة لتجريم النظام السابق، أو في محاولة لنقل صورة بأن هذا الذي يحدث في العراق هو يعني إرهاب بين قوسين يعني، وهذه الاتهامات. يعني في قنوات أظهرت هذه الصور كاملة. أنا يعني استغربت أنه كيف تظهر هذه الصور للمشاهد. يعني يعني الحرب الأهلية انتقلت على الهواء، أو ربما يعني الهواء أسهم في الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي. يعني أعتقد أنه في مسؤولية في الإعلام. يعني عندما تحدث فتنة في أي بلد، نعم، أن ليس دوري أن أسهم في قتل المزيد من الناس. هناك في مسؤولية أخلاقية ولا تتعارض مع المسؤولية المهنية بإيصال معلومات. يعني أنت دورك أن تهدئ النفوس وأن تقلل من عوامل النزاع قدر الإمكان، لكن لا تستطيع أن تنكر الحقائق أو أن تكذب على الناس. لكن يعني مثلا أن تبث خطاب في تحريض على القتل، يعني أن تبث خطاب في تحريض على قتل طائفة من الطوائف، هذا جريمة يعني. لكن تستطيع أن تقول أنه في خطاب تحريضي هاجم الفئات كذا كذا، لكن لا تستطيع أن تخفي المعلومة أو تكذب، أو يعني تستطيع أن تخففها، لكن لا يجوز أن أنقل كلام في تحريض على القتل أو إساءة لفئة من الناس، حتى لو كانت هذه الفئة تختلف معها سياسيا أو تختلف معها دينيا أو تختلف معها ثقافيا. لا يجوز تحقير أي فئة أو التحريض على أي فئة. يعني مثلا الآن يعني بدأنا بالحديث عن موضوع حلبجة والأكراد وكذا. الآن القضية الكردية قضية يعني في وجه لها مشروع، وفي مظالم مشروع يعني تاريخية، وفي طموحات مشروعة، كل هذا مفهوم يعني. لكن لا يجوز مثلا أن أتبنى خطاب يدعو إلى مثلا قتل العرب في كركوك أو قتل الأكراد في كركوك بحجة التوازن الديمغرافي أو لعبة السيطرة على كركوك. الآن أنا أشخص المشكلة، هناك في مشكلة على كركوك عمرها ربما 100 عام أو أكثر أو أقل، لكن في مشكلة. أنا كإعلام لا أنكر وجود المشكلة وأقول أنه الناس في كركوك متحابين متآخين ولا يوجد، يعني هذا يعني ضرب من الخيال. لكن لا آتي بخطاب مثلا لشخص عربي يحقر الأكراد، أو لشخص كردي يحقر العرب، أو لشخص سني يحقر الشيعة، أو لشخص شيعي يحقر السنة. يعني هذه مسؤولية أخلاقية. يعني ممكن أنه على الهواء يخرج شيء، يعني هذا إعلام مفتوح. يعني في أحيانا شيء يعني بتكون يعني بتغطي جنازة مثلا على الهواء لايف، أنت لا تتحكم بماذا يقول المشيعين. في كوبا لا يبكون الأطلال، وإنما يرممونها ويذكون في النفس جذوة الحنين إلى القرون الخالية. ديار العمري الجزيرة العربية عمان، ولكن منذ زهاء نصف القرن لا يزال هذا العدو القريب النموذج كان يتجهم. المثال الحي الذي استطاع من خلاله أعضاء تنظيم القاعدة خط في الدنيا من الطائرات أزمة مواصلات، لكن تعامل هافانا مع هذه الأزمة يبدو مختلفا عن سائر لا نشاهد عواصم. أي قوات أمريكية تحتل المبنى من أجل أن فعلا نخليهم ينتحرون على أشرار. جرب اتصل على الرقم هذا 00. هنا بعض القنابل هل يعني هذا المبنى ضمن مجموعة؟ منذ الساعة 1 ليلا كان هناك أمر غير طبيعي. ياسر أبو هلالة، الجزيرة، من أمام محكمة أمن الدولة. أيام الحرب الباردة التي كانت فيها كوبا خط المواجهة الأول مع ديار العمري الجزيرة، من أمام مبنى وزارة الإعلام العراقية بغداد. في نفس الوقت يعني كيف تجد القيادة التي قيادة شبكة قناة الجزيرة من الأستاذ وضاح خنفر، كيف تجد العمل مع الأستاذ وضاح خنفر كونه كان معكم مراسل، ومن ثم يعني من ثم مدير لمكتب قناة الجزيرة في بغداد، ومن ثم مدير عام لشبكة قناة الجزيرة، كيف وجدتم هذا العمل مع هذه الشخصية؟
يعني الآن يعني الشهادة مجروحة في شخص يعني أنت تعمل معه وهو مسؤول عنك، لكن أقول وصديقك قبل العمل، يعني أنا أعرفه قبل العمل بالجزيرة. لا أنا أتكلم لا من وجهة لكن نظرك أقول أنت يعني أن شهادتي يعني منحازة بكل المعاني، يعني سواء إذا تحدثنا وظيفيا أو تحدثنا إنسانيا، هناك في يعني حتى أكون أمين مع المشاهد، يعني أتحدث من موقع المنحاز يعني. أنا أقول أنه يعني بالتأكيد أنه مثل القاعدة الأصولية، الغرم بالغرم، يعني أي مسؤول يتحمل النجاح ويتحمل الفشل. أنا أعتقد أنه يعني الفترة اللي يتحمل فيها وضاح ولا يزال مسؤولية في الجزيرة كمدير عام، وقبلها كمدير للقناة العربية، يعني أعتقد أن النجاح فيها كان كبيرا، وتحولت الجزيرة من قناة إلى شبكة. الآن يعني ما لا يظهر على الشاشة هو رئيس مجلس الإدارة، وأعتقد أن العمود الفقري للجزيرة منذ تأسست إلى اليوم هو رئيس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ثامر. وهذا الكلام مجروح لأنه هو مسؤولنا الأعلى داخل القناة، لكن حقيقة يعني أقول بإنصاف، وهذا الكلام يعود للمشاهد، ما عرفه من نجاح خلال العقد الماضي، وهذا النجاح الذي يحقق نمو يومي، هذا في شخص مستمر في على رأس هذه القناة. هذا الشخص والذي لا يظهر على الشاشة إلا نادرا، نعم. هذا الشخص كان الضمانة. لكن أعود إلى وضاح. أنا أعرفه قبل الجزيرة وأثناء عملنا في الجزيرة. كان يعني في البداية يعمل في بلد هامشي جدا في جنوب أفريقيا. نعم. هذا البلد ليس مصنع أخبار ولا توجد فيه أخبار ساخنة، لكن استطاع أن يثبت جنوب أفريقيا على الشاشة من خلال تقارير الفيتشر عن العصابات في جنوب أفريقيا، عن نظام الفصل العنصري السابق ومرحلة النظام الجديد في جنوب أفريقيا. استطاع أن يثبت يعني بلد غير نشط إخباريا على شاشة الجزيرة. صعود الوضاح كمراسل بدأ في الحرب على أفغانستان. طبعا غطى وقتها في الهند، وكانت الهند بلد هامشي أيضا في الحرب أو ليس أساسيا، مع ذلك استطاع أن يثبت الهند على الشاشة. الذي لفت إليه الأنظار كان تغطية أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان. الجزيرة بسبب رامسفيلد والإدارة الأمريكية حسبت على طالبان، يعني في تاريخ الجزيرة لم يكن هناك إشادة بطالبان، يعني لم يصدر عن تيسير علوني يعني وإن شاء الله إنه يعني الشهر الفضيل ربنا يخفف عنه ويفرج عنه، يعني الآن هو شبه مفرج عنه من خلال الإقامة الجبرية، لكن لا يزال يعني شخص غير حر يعني تماما. تيسير طول وجوده في أفغانستان ما قال إنه نظام طالبان العبقري ولا نظام طالبان البطل، لم يصدر عنه أي إشادة، بالعكس هو كان يغطي كل تغطية في أفغانستان عن المجاعات، عن الأطفال، عن التعليم، يعني كانت تغطية إنسانية وتغطية حربية بمعنى الاشتباكات طالبان مع تحالف الشمال. الآن جاءت الحرب غطاها بمنتهى المهنية، وكانت CNN تترجم له لقاءاته. بالمحصلة بسبب الهجوم الأمريكي الكاسح واللي كان كما اعتبره رامسفيلد حرب الأفكار، كان حرب الصور والصواريخ، فكان رامسفيلد اعتبر الجزيرة على الخندق المقابل له وتقصفه بالصور. الآن انهار نظام طالبان، مكتب الجزيرة قصف ودمر، واختطف المصور سامي الحاج إلى غوانتنامو، وخرج تيسير طريدا من أفغانستان. الآن جاء وضع على مكتب مدمر بالكامل بالمعنى الحرفي، يعني التدمير المادي، المكتب مدمر والأرشيف منهوب والعاملين فيه مطاردين، وأنت محسوب على النظام السابق اللي هو أصبح الآن نظام معادي. استطاع وضاح أن يعمل في ظل الظروف الصعبة هذه، وعاد تأسيس العمل في أفغانستان بقوة وبفاعلية وبزخم غير مسبوق، يعني كان يعمل بمعدل تقرير في اليوم، يعني يوميا في تقارير. هذا
النجاح قادوا إلى العراق لاحقا. الآن بعد السقوط نظام البعث في العراق كان نفس الوضع، أنه المكتب مقصوف ومدمر. النخب السياسية القادمة مع الأمريكيين تعتبر الجزيرة قناة معادية، الأمريكيون يعتبرون الجزيرة قناة معادية. الآن استطاع وضاح أن يؤسس لعمل الجزيرة في ظل الأجواء هذه، وكانت أجواء في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية وفي غاية التعقيد. أنا أذكر أنه في يوم من الأيام كنا لا نزال نقيم في فندق فلسطين، وكان هاي بداية عودتي للعمل في بغداد بناء على طلب الأستاذ وضاح. فجاء وكان تيسير علوني موجود، فكان وقتها المرافق أحمد شلبي جاء لوضاح وتيسير وأبلغهم أنه أحمد شلبي طلب منه تصفية وضاح وتيسير. الآن رد الفعل الطبيعي لأي شخص بسمع مقولة زي هاي في أجواء مثل العراق، أنه فوضى وغياب السلطة والقانون والكذا، أنه أقرب سيارة ويتوجه إلى عمان ويغادر الدوحة وانتهت القصة. كانت ردة فعل وضاح وتيسير يعني غريبة، لكن يعني تسجل لهم في النهاية. يعني كانت مرحلة مفصلية، يعني لو هربوا في ذلك الوقت كان يمكن كل الإعلام العربي هرب معهم أو المهم. فكان اجى وضاح أول شيء أنه غير غرفته وأخذ بعض الإجراءات البسيطة يعني أمنيا، وبدأ تيسير مرحلة الهجوم الدبلوماسي إذا جاز التعبير للتواصل مع المؤتمر الوطني العراقي من خلال أشخاص يعرفهم يعني يعملوا مع أحمد شلبي، وبدأ بالحوار معهم والتفاوض وأنه إيش المشكلة مع الجزيرة. يعني بدأ بالحوار وإنهاء المشكلة، وانتهت المشكلة وواصلنا العمل وانتقلنا من فندق فلسطين إلى المكتب اللي هو في فندق بحيرة البجع كان. الآن هذا التأسيس في ظروف بالغة التعقيد كان مهم جدا، وأهم من التأسيس الحفاظ على التوازن، بمعنى أنك لم تطبل وتزمر للقادمين الجدد. يعني أنت لم تريد أن تثبت نفسك كرجل كل العهود وأنه أنت تريد أن تبيض صفحتك مع الأمريكان، لا. كانت التغطية مهنية. كنا نواجه يعني حوارات وتهديدات قاسية من الأمريكيين. المهم ما أريد أن أوضح أنه في الفترة هذه كان وضاح محافظ على توازن المكتب، بمعنى أن يغطي الفرقاء العراقيين ومن ضمنهم طبعا أيضا الأمريكيين كجزء من اللعبة العراقية. هذا الوضع أهل وضاح للعمل مديرا للقناة، لأنه عمل في أصعب مكتبين في أدق مرحلتين عاشتهما الجزيرة، وتمكن من الحفاظ على المستوى المهني للجزيرة. نعم. في نفس الوقت أستاذ لديك تعقيب؟ لا. طيب الفارس الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني لا يظهر كثيرا على شاشة قناة الجزيرة إلا بمؤتمرات بسيطة نشاهده. كيف تجد هذا العمود الفقري الخاص لقناة الجزيرة؟ أنا أعتقد أنه يعني كلمة السر هي يعني النزاهة. يعني الآن الجزيرة لو نظرنا لموظفين الجزيرة، لمذيعينها، لمراسلينها، في نزاهة في الاختيار. هذه النزاهة تأتي من الرأس. يعني لو كان هناك في اعتبارات غير مهنية تبدأ من فوق وتنتقل إلى أسفل إلى أدنى موظف. الآن في نزاهة واستقامة في التعامل مع المصادر الإنسانية والبشرية والمصادر المادية. يعني لا يوجد في الجزيرة من يعمل بمنطق التجارة والبزنس، لا توجد انحيازات مالية، لا يوجد انحياز مثلا للحسناوات، وهذا ما يعني طبعا المشاهد يلاحظ ذلك. يعني يشاهد أناس مهنيين سواء كانوا في الميدان أو في المركز، يجد معايير مهنية نزيهة في الاختيار. وفوق ذلك الصلابة في مواجهة الضغوط. يعني الضغوط التي تمارس على الجزيرة من الحكومات المختلفة وصولا إلى الإدارة الأمريكية ضغوط هائلة ومعلنة يعني وعملية، يعني وصلت إلى درجة القصف والتهديد بقصف المقر. هذه وجود شخص صلب على رأس المؤسسة هو السد الذي يحمي من خلفه.
يعني أنت لما تشعر أنه رأس المؤسسة يقف أمامك ويتحمل هذه الضغوط، فأنت عندما تعمل في العراق أو تعمل في أفغانستان أو تعمل في الأردن أو فلسطين أو في أي بلد، تشعر أنه رأس المؤسسة هو يعني يقف سد من أمامك. أعتقد طبعا نجاح الجزيرة ليس فقط بقيادة الجزيرة، هو بكل العاملين فيها، من أصغر مصور، يعني شجاعة المصور اللي يذهب للمكان الخطر، وشجاعة المسؤول اللي يقف في الصف الأول. كل هذا النجاح مشترك، ولا نستطيع أن نحصره بفئة دون غيرها. وأعتقد أن هذا النجاح تراكمي منذ تأسست الجزيرة إلى اليوم، وأيضا هذا النجاح موزع من رأس الهرم إلى أدنى درجات الهرم. طيب معنا اليوم الكاريكاتير. الله يستر. مزلوا من الكاريكاتير. لا بس مطلع كثير كبير بالعمر. لا مشيبني بعدين. هاي لمعة. هاي هدية من الأستاذ عبد الحسن. شكرا جزيلا. أستاذ ديار. هاي مناظر ملبسني؟ جيد، يذكرني على المناظر. تفضل أستاذ ديار. احنا في الختام نشكركم جزيل الشكر. شكرا لتواجدكم استاذ ديار، شكرا لوجودكم ويانا، شكرا استاذ ياسر ابو هلاله مدير مكتب قناه الجزيره في عمان، وشكرا لك استاذ ديار.